السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو سأشارك معكم أسهل 3 طرق لزخرفة الكتابة في الهاتف. لكن قبل أن نبدأ في هذا الشرح لا تنسى اللايك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة إذا كنت جديد معنا. بدون الإطالة عليكم هيا لنبدأ. كل ما سنحتاجه في هذه الطريقة الأولى هو هذا التطبيق. سأترك لكم رابط تحميل هذا التطبيق في أسفل الفيديو في الوصف وأيضا في أول تعليق. أول شيء تقوم بالضغط على الخيار الأول بهذا الشكل، ثم تقوم بتفعيل هذا الخيار، ثم تقوم بالضغط على موافق ثم موافق مرة أخرى، ثم الآن تقوم بالضغط على الخيار الثاني ثم تختار هذا الخيار. من هنا يمكنك اختيار التيم. على سبيل المثال سوف نختار هذا اللون. ومن الخيار الأخير يمكنك تجربة الخط كما شاهدتم إخواني الكرام. والآن سوف نقوم بالذهاب للواتساب لتجربة هذه الخطوط أو الزخرفة. كما شاهدتم إخواني الكرام، هذه هي التطبيقات التي تمكنك من الحصول على هذه الخطوط أو الرموز وزخرفة الكتابة. كما شاهدتم إخواني الكرام، كما شاهدتم يمكنك زخرفة الكتابة إلى أي شكل من هذه الأشكال. كل ما عليك هو التمرير بهذا الشكل واختيار أي زخرفة من هذه الزخرفات. كما شاهدتم إخواني الكرام، على سبيل المثال سوف نجرب هذه الزخرفة. كما شاهدتم يمكنك الكتابة بهذا الشكل. وأيضا يمكنك كتابة الأرقام بهذا الشكل كما شاهدتم إخواني الكرام. والآن هيا لنمر إلى التطبيق الآخر وهو هذا التطبيق. سأترك لكم رابط تحميل هذا التطبيق أيضا في أسفل الفيديو في الوصف وأيضا في أول تعليق. عند الدخول إلى التطبيق بهذا الشكل تقوم بالضغط على الخيار الأول، ثم تقوم بتفعيل هذا الخيار الموجود في الأسفل أو اسم هذا التطبيق، ثم تقوم بالضغط على موافق ثم موافق مرة أخرى، ثم تقوم بالضغط على هذا الخيار الثاني وتختار هذا التطبيق. كما شاهدتم إخواني الكرام يمكنك الكتابة بهذا الشكل في الواتساب أو أي تطبيق آخر. الآن سوف نقوم بتجربة هذا الخط. كما شاهدتم إخواني الكرام يمكنك الكتابة بهذا الشكل. كما شاهدتم إخواني الكرام. كما شاهدتم يمكنك الكتابة بهذا الشكل. والآن هيا لنمر إلى التطبيق الثالث وهو هذا التطبيق. سأترك لكم رابط تحميل هذا التطبيق أيضا في أسفل الفيديو في الوصف وأيضا في أول تعليق. كما شاهدتم إخواني الكرام توجد هذه الزخرفات كما شاهدتم إخواني الكرام، وهذه الرموز. يمكنك نسخ هذه الرموز والذهاب للواتساب لإرسالها إلى أصدقائك كما تشاهدون إخواني الكرام. على سبيل المثال سوف أقوم بنسخ هذه الرمز وسأقوم بالذهاب للواتساب لإرساله. كما شاهدتم إخواني الكرام سوف يظهر بهذا الشكل. وأيضا يمكنك زخرفة الكتابة. كل ما عليك هو الضغط على هذا الخيار ثم تقوم بكتابة النص، ثم تقوم بالضغط على زخرف. كما شاهدتم إخواني الكرام سوف تظهر معك هذه الزخرفات. يمكنك نسخها وإرسالها إلى أصدقائك، أو يمكنك أن تقوم بتغيير اسمك إلى هذه الأشكال كما شاهدتم إخواني الكرام في الألعاب مثل فري فاير وبابجي. كما شاهدتم إخواني الكرام فقد تقوم بالضغط على نسخ ثم تقوم بلصقها في أي مكان تريده. والآن سأريكم تطبيق آخر للزخرفة على الصور. كما شاهدتم هذا التطبيق يمكنكم من إنشاء صور مزخرفة كما تشاهدون إخواني الكرام. الآن من هنا يمكنك اختيار أي لون تريده. على سبيل المثال سوف نختار هذا اللون ثم تقوم بالضغط على أوكي. من هنا تختار الخطوط. كما شاهدتم إخواني الكرام يوجد العديد من الخطوط. على سبيل المثال سوف أختار هذا الخط، ومن هنا تقوم بالضغط على زخرف لزخرفة هذا الخط. كما شاهدتم إخواني الكرام يوجد العديد من الزخرفات. سأتركه عادي ثم تقوم بالضغط على إضافة.
كما شاهدتم إخواني الكرام سوف يظهر بهذا الشكل. ويمكنك إضافة يمكنك إضافة قلادة من هنا كما شاهدتم إخواني الكرام، أو كتابتها على هذه القلادة كما شاهدتم إخواني الكرام. بعد الانتهاء يمكنك الضغط على حفظ الموجودة في الجانب كما شاهدتم إخواني الكرام. للتذكير سأترك لكم رابط جميع التطبيقات في أسفل الفيديو في الوصف، وأيضا في أول تعليق. وبهذا قد يكون إنتهى شرحنا لهذا اليوم. إلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.